هلو عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على مبادره مهمه جدا، مبادره Future Skills for All، واللي عاملاها UNDP التابعه للامم المتحده بالتعاون مع كورسيرا ومؤسسه محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفه. المبادره هدفها تساعدك تدخل سوق العمل وتجهزك بكل السكيلز اللي محتاجها في القرن ال21، مصممه للشباب في الوطن العربي، سواء كنت طالب لسه خريج دور على شغل رائد اعمال، بتشتغل وعايز تطور من نفسك، خريج مدرسه او جامعه في القطاع الفني او اللي احنا بنسميه هنا في مصر المدارس الصناعيه، او لو عايز تطور من الانجليش بتاعك. من الاخر ايا كان الحاجه اللي انت بتعملها دلوقتي في حياتك، المبادره دي مهمه جدا ليك. طبعا هي مبادره مموله بالكامل، يعني كل حاجه هتتعلمها هتبقى فور فري، وهتبقى من جامعات دوليه زي University of California، Arizona State University، ومن شركات زي مايكروسوفت، IBM وغيرها. كمان لما تخلص المبادره هتاخد شهاده معتمده من الجهه اللي بتقدم الكورس اللي هتاخده. كمان وانت بتتعلم هيدخلوك في كوميونتي من ناس من كل انحاء العالم عشان تتطور وتعمل نتورك معاهم. كمان لما تخلص في بعض التراكس هيساعدوك تاخد انترنشيب في شركات دوليه. كمان مبادره معموله بالعربي وبالانجلش والفرنش، مفيش اي شروط للتقديم، ممكن تقدم من اي سن، المهم تكون من واحده من الدول دي. والمبادره مصممه للناس اللي شغاله في اي قطاع حكومي او خاص، القطاعات الصحيه والهندسيه والتكنولوجيه، الاستدامه، الفinتech، الفضاء والطاقه، السياحه، الزراعه، الصناعه والتعليم. المبادره مليانه تفاصيل كتيره جدا عشان فيها كذا قسم، فعايزاك تركز معايا. اول تراك هو الترانسفيربل سكيلز او المهارات الاساسيه، ودي مهارات اساسيه هتحتاجها ايا كان الكارير بتاعك، معموله للطلبه والخريجين والناس اللي بتشتغل وعايزه تطور من نفسها. هتعلم حاجات زي الكوميونيكيشن، الكرياتيفيتي، ازاي تستخدم مايكروسوفت اكسل وباوربوينت، شويه ديجيتال سكيلز وكارير ريدنس سكيلز تجهزك لسوق العمل. تاني تراك هو الانتربرينوريال تراك او تراك رياده الاعمال، وده فيه كل السكيلز اللي ممكن تحتاجها عشان تبني الستارت اب او المشروع بتاعك في اي مجال. هتعلم فيه القياده والاداره ومهارات تكنيكال تساعدك واداره الحسابات وحاجات تانية كتير. ثالث تراك هو الهارد سكيلز، ودي المهارات اللي محتاج تتدرب عليها، وده تراك بيتكلم عن اكتر 48 وظيفه مطلوبه دلوقتي في سوق العمل، من AI لسايبر سيكيورتي لديجيتال ماركتنج لسيلز HR وجرافيك ديزاين وماشين ليرنينج وغيرها كتير. تحت في الديسكربشن هتلاقوني مقسمه الفيديو لكل تراك، طريقه التقديم بتاعته والمحتويات الموجوده فيه. انزل على طول على التراك اللي انت عايزه، حاولت اخلي الموضوع سيمبل وسهل على قد ما اقدر، وامشي معاكم خطوه بخطوه واحنا بنقدم. فيلا بينا. لو احكي لكم يا جماعه عن كام الراحه النفسيه اللي بتبقى عندي وانا قدامي اللابتوب كده واحنا بنتكلم مع بعض، مش قادره احكي لكم. حاسه ان الكاميرا قريبه قوي. كده حاساها احسن شويه، بس ما فيش اي حاجه حصلت، بس ماشي. اول ما نفتح بوابه التقديم او الابلكيشن هنلاقي سؤال واحد: هل انت جاهز تتعلم دلوقتي؟ هندوس نكست. بعدين هندوس نكست تاني، تبدا تملى البيانات بتاعتك، حاجات فيري بيزك، اسمك، الايميل بتاعك تكتبه مرتين وتتابع الايميل بتاعك بعد كده. كود، يعني لو انت من مصر هتكتب +2 مروج اقفلي. بعدين رقم تليفونك، يعني لو انت من مصر الكونتري كود بتاعك هيبقى +20 وبعدين 10 11 12 ايا كان. بعدين هتختار الجنسيه بتاعتك. هتسالني يا وليه هنا في جنسيات كتيره قوي مع انه المفروض مفتوح ل9 جنسيات بس؟ الحقيقه ما عنديش اي فكره. هننزل تحت وبعدين هيسالك هل انت عايش في منطقه urban او رورال، يعني حضر او ريف. وبعدين الجندر بتاعك فيميل ولا ميل، والسن بتاعك من انهي زون سيجمنت، من انهي مرحله. انا مثلا عندي 20 سنه فاختار 18 ل 24 وتدوس نكست. تاني جزء هو برضو اسئله عامه عنك وعن حياتك. ايه اعلى مؤهل دراسي عندك؟ يعني انا مثلا لسه داخله الجامعه فهختار هاي سكول دبلومه، او لو انت مخلص بكالوريوس مخلص ماسترز دكتوراه او غيرها. بعدين هنا السؤال المحرج: دخلك حوالي قد ايه في الشهر؟ خلي بالك ان هو بالدولار، فلو انت طالب هتكتب 0 ل 199. عندك كام سنه اكسبيرينس في المجال بتاعك؟ وانت حاليا طالب لسه متخرج، رائد اعمال، فريلانسر، تشتغل عمل حر، موظف في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص، ربة منزل، على المعاش او بتدور على شغل. اخر سؤال هنا: هل انت خريج مدرسه او جامعه فنيه، يعني اللي احنا بنسميه هنا في مصر المدارس الصناعيه او مدارس التعليم الفني او ايا كان اسمها عندك في البلد، اسمها vocational training. بعدين هتلاقيه فتح 2 لينكس، اللينكس دي فيها المحتويات بتاعت كل تراك وكل كورس بالعربي وبالانجلش. عايزه افتح معاك واحد فيهم عشان بس اوريكم التراكس عامله ازاي من جوه. هنفتحه وننزل تحت شويه هنلاقيه بيتكلم عن اول تراك هو الترانسفيربل سكيلز او السكيلز اللي كلنا محتاجينها. ده جواه 7 كورسات. اول واحد فيهم هو السوفت سكيلز باث واي، وده بيعلمك المهارات اللي انت محتاجها في بيئه العمل بتاعتك، زي الكوميونيكيشن، الكريتيف ثينكينج، ازاي تفكر بابداع، الكريتيكال ثينكينج، الافكتيف بروبلم سولفنج او ازاي تحل المشاكل، ازاي يبقى عندك تفكير نقدي. وهتلاقوا تحت مكتوب مده المبادره، مثلا التراك ده هياخد منك 3 شهور لو ذاكرته في 3 ساعات في الاسبوع، يعني كل اسبوع اخد 3 ساعات هياخد منك 3 شهور. طبعا المده دي بتختلف على حسب كل كورس. هسيب لك برده لينك PDF ده تحت عشان تبص كويس قوي على كل تراك قبل ما تدخل على الابلكيشن وتختار التراك اللي انت عايزه، لان بعد ما تقبل مش هتعرف تغير. تاني تراك وهو في رايي اهم بيزك تراك
هو بيتكلم على فاونديشن ديجيتال سكيلز او المهارات التكنولوجيه اللي احنا محتاجينها ايا كان المجال بتاعك، لان ناس كتيره قوي دلوقتي في سوق العمل عندها مشكله في استخدام التكنولوجي، فده هيديك بيزك سكيلز ومش محتاج منك اي خبره. هتتعلم فيه رقم 1 الديجيتال سيفتي اند سكيورتي، ازاي تدخل معلوماتك على الانترنت بشكل امن، وازاي تحمي نفسك من الفيروسز ومن السايبر اتاكس وغيرها. 2 AI for everyone، ازاي تستخدم اهم التولز للذكاء الاصطناعي او الاي اي بيزك تولز عشان تسرع وتيره الشغل بتاعك. ثالث حاجه اكسل بيزكس، ازاي تعمل اكسل شيتس وتدخل الاكواد على اكسل عشان تطلع لك الداتا بشكل اوتوماتيك. واخيرا باوربوينت. لو بصينا هنا على اليمين هنلاقي كل واحد من دول ايه الجهه اللي بتقدمه. هنا مثلا في التراك ده الاربع كورسات هتاخدهم من اريزونا ستيت يونيفرسيتي، ودي في امريكا. ديب ليرنينج اي اي، ودي من اكبر الشركات في مجال الاي اي، اي بي ام. واخيرا مايكروسوفت. برضو هنا هنلاقي عدد الساعات اللي احنا محتاجينها، يعني مثلا لو اخدت 3 ساعات بس في الاسبوع تذاكر الكورس ده هياخد منك 3 شهور. لو انت ما بتعملش اي حاجه بتدور على شغل وهتاخد الكورس ده هتاخد ساعه كل يوم 7 ساعات في الاسبوع، هتخلصوا اسرع من كده بكتير. تالت حاجه هو كارير ريدنس سكيلز، وده اكتر للناس اللي بتدور على شغل وخلاص داخلين الكارير بتاعهم وغالبا بيبقوا في اخر سنه جامعه او خلاص اتخرجوا. هندرس فيه اول حاجه كارير بلاننج، ازاي تجهز للكارير بتاعك وتخطط له وتعرف اهدافك ايه. 2 ازاي تعمل بروفايل على لينكد ان وتتعرف منه على ناس مهمه. 3 ازاي تعمل انترفيو ناجح، وازاي تكتب ريزوميه اللي هو زي السي في. برضه هنلاقي هنا على اليمين كل الجهات اللي بتقدم الكورسز دي والمده بتاعته. رابع تراك وده مخصص للناس اللي لسه مخلصه جامعه، الفريش جرادز، وده مجمع سكيلز من ال3 كورسات اللي فاتوا. من الاخر دي التجميعه اللي انت محتاجها عشان تبقى كومبيتيتيف او يبقى عندك ادج في سوق العمل وتبقى اسمها ايه مختلف عن الباقي. اخر 3 كورسات وهم الاهم بالنسبه لكل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده، الا وهم لتعلم الانجليش. من احسن الحاجات اللي في المبادره دي انها بتراعي انك شخص عربي لغتك الام هي العربيه، فنلاقي ان الكورس نفسه بيتدرس بالعربي مع ان ناس من يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا او ناس نيتيفز اصلا امريكان هم اللي بيقدموه. هتختار الليفل اللي انت عايزه، عندك بيجنر وعندك انترميديت وعندك ادفانسد على حسب ايه الحاجات اللي انت عايز تتعلمها، مستواك في اللغه دلوقتي، وهتستخدم الانجليش بعد كده في ايه. هنلاقي ان كل واحد فيهم حوالي 6 شهور، لو اخدت 10 ساعات في الاسبوع هو كورس مكثف وفعلا حلو قوي وبلاش. والهدف منه يساعدك تشتغل بالانجليش، يعني تعرف تكتب تقارير، تعرف تكتب ايميلز، تعرف تتواصل بالانجليش. دي كده الحاجات اللي موجوده في اول تراك. عايزه اوريكم ازاي نقدم عليه. نرجع تاني الابلكيشن، خلاص احنا ملينا الداتا البيزك بتاعتنا واننا بنقدم على ترانسفيربل سكيلز. هنختار اول واحده وندوس نكست. هتختار الباث واي او الكورس اللي انت عايزه من ال7 اللي كلمتكم عنهم. افتكر انك مثلا لو كنت اخترت البيزنس انجلش فانت هتتعلم كل ده، يعني البالك الازرق على بعضه. فهنا هتنزل تحت وتختار بيزنس انجلش انترميديت وتدوس نكست. هيسالك انت بتعرف تتكلم انهي لغه من دول وايه المستوى بتاعك فيها، وده مش شرط في التقديم، هو بس عايز يعرف. ان هيسالك انت عايز تاخد الكورس بالانجلش بالعربي ولا بالفرنش. وخلوا بالكم ان جنب بعض الكورسات في البي دي اف كان مكتوب انجلش اونلي، بس يبقى كورس واحد بس في التراك كله. يسالك بعد كده تقدر تقضي كام ساعه للكورس ده في الاسبوع، ودي حاجه ترجع لك على حسب انت بتدرس، بتشتغل، قاعد في البيت. احنا دلوقتي في اجازه نستغل الموضوع. لو عندك اعاقه من اي نوع وعايز اي مساعده فيها، زي الناس اللي عندهم مشاكل في البصر او السمع، ساعتها هم هيوفروا حاجه زي كده. وتدوس نكست. وبعدين هنا بتقول يس ان انت فعلا حطيت البيانات الصحيحه بتاعتك وبتدوس دون، وبكده تبقى قدمت على اول تراك. تاني تراك هنتكلم عنه هو الانتربرينوريال سكيلز او مهارات رياده الاعمال. والتراك ده فيه 4 باثويز او 4 كورسات على حسب احتياجك انت. اول باثوي اسمه انتربرينورشيب اكسلريتور، ولو عارفين برامج حضانه الاعمال اللي فيها بتتعلم ازاي تبقى رائد اعمال وايه السكيلز اللي انت عايزها عشان تبني او تطور البيزنس بتاعك. ولو انت هتعمل ستارت اب جنرال ايا كان المجال بتاعها، فانت تختار اول او تاني تراك واي. اول واحد تعلم ازاي تعمل بيزنس موديل، يعني تعمل هيئه للبيزنس بتاعك، ازاي تديره وتعمل بروجكت مانجمنت، ازاي تطلع افكار مبدعه، ودي اهم حاجه عشان الستارت اب بتاعتك تبقى مختلفه في الماركت، ازاي تتواصل بشكل كويس مع الناس اللي هتشتغل تحت ايدك والناس اللي هتشتغل معاها كبارتنر، والبيزكس بتاعت اكسل والستوري تيلينج. والستوري تيلينج هي مهاره مهمه قوي وانت بتبيع الفكره بتاعتك لاي مستثمر. ده التراك البيزك. لو عايز حاجه اكبر منه فهو التراك الثاني انتربرينورشيب ماستري، وده نلاقي فيه نفس المحتوى بتاع اول تراك واي لكن زياده عليه 4 كورسات، وهم ازاي تجيب فند او تمويل، ازاي تعمل ماركتنج استراتيجي عشان تسوق للستارت اب بتاعتك، طبعا الحسابات، ولو هتعمل اي برودكت رقمي او هتعمل بيزنس اونلاين ازاي تديره. وتاكد ان التراك ده مقدماه احسن جامعات واحسن مؤسسات في السوق دلوقتي، خاصه في تطوير الستارت ابس، وتلاقيها كلها محطوطه هنا على اليمين. كل كورس قدامه الهيئه اللي بتقدمه، وكل كورس تحتيه هو متاح بانهي لغه، كلهم هنا متاحين بالعربي والانجليش والفرنش. وكورس زي ده ياخد منك 6 شهور لو ذاكرت 5 ساعات بس في الاسبوع، يعني ساعه في اليوم. اخر 2 تراك ويز معمولين خصيصا للناس اللي عايز تفتح بيزنسز في مجال السوشيال انتربرينورشيب او التكنولوجي انتربرينورشيب، وتعالى اكلمكم عنهم. كلمه سوشيال انتربرينورشيب هو اي بيزنس هتعمله عشان تفيد الناس،
هو هيحقق ارباح، لكن مش ده الهدف الرئيسي بتاعه. الهدف الرئيسي بتاعه هو ان يعمل اي اختلاف في المجتمع بتاعه، وده كورس معمول خصيصا للناس اللي عايزه تفتح بيزنس زي ده. اللابتوب هيفصل. رابع واخر واحد في التراك ده هو تكنولوجي انتربرينورشيب، وده معمول للناس اللي عايزه تفتح ستارت ابس او شركات في مجال التكنولوجي. عشان نقدم هنفتح تاني الابلكيشن بتاعنا، وخلاص احنا حاطين البيزك انفورميشن بتاعتنا في الاول. هنختار دلوقتي انتربرينورشيب وندوس نكست. بعدين هتختار واحد من الاربع تراكس اللي قلت لك عليهم. افتكر ان انت هنا في البي دي اف لما تختار اي باثواي بتاخد الباثواي كله، يعني كل اللي انا معلمه عليه دلوقتي بالازرق ده، وتدوس نكست. هسألك شوية أسئلة بتعرف تتكلم باللغات دي ولا لأ، وده مش شرط أساسي في التقديم أبدا، هو بس عايز يعرف. هتختار أنت عايز تاخد الكورس بالإنجلش، بالعربي أو بالفرنش، وهتقدر تكمت كام ساعة، هتذاكر كام ساعة الكورس الأسبوع، ولو عندك إعاقة بصرية سمعية أو من أي نوع ومحتاج مساعدة فيها هيوفروا ده. تدوس نكست، واخيرا تدوس دون. اخر تراك وده الهارد سكيلز او التكنيكال سكيلز، ودول اهم 48 وظيفه مطلوبه دلوقتي في سوق العمل. هتلاقي جنب كل واحد فيهم في البي دي اف L1 او L2. L1 يعني ليفل 1، هو مش محتاج اي خبره منك عشان تدخل المجال ده. L2 محتاج شويه اكسبيرينس، ممكن تكون درست او شغال في المجال ده وعايز تطور من نفسك، وبيشرح لك هنا ايه الفرق ما بين كل ليفل. هعدي معاكم بسرعه على المجالات اللي موجوده، لكن برضو انا سايبه لكم البي دي اف تحت تقدروا تبصوا كل تراك هتاخدوا ايه الكورسات اللي فيه. لكن على عكس التراكس التانية، هنا لما بتختار اللي على الشمال بس، وبتاخد بس الوظيفه دي مش التراك كله. كل وظيفه هتلاقي على الشمال الوظيفه نفسها والكورسات بتاعتها موجوده بانهي لغه. مثلا اول واحده هنا artificial intelligence engineer او مهندس في الذكاء الاصطناعي، موجوده ليفل 1 وليفل 2. ليفل 1 انت مش محتاج اي اكسبيرينس، ليفل 2 انت محتاج شويه اكسبيرينس، ومتاحه باللغات عربي انجلش فرنش، لكن ليفل 2 متاح بس بالانجلش. بعدين هنلاقي هنا الشركه اللي بتدي الكورس، واخيرا محتويات الكورس على اليمين، وفي الاخر خالص هنلاقي الفتره اللي محتاجه عشان تخلص الكورس ده. طبعا هنلاقي عندنا كل الوظائف الموجوده في الماشين ليرنينج، في الارتفيشال انتليجنس، الداتا بقى، الداتا اناليسيز والداتا سبيشالست. هنلاقي تحت حاجات ليها علاقه بالفاينانس والفinTech اللي هو مجال المحاسبه، وهتلاقي وظائف للبلوك تشين، وعندك هنا الاتش ار. وبعدين عندنا المبرمجين لو عايز تعمل ابلكيشنز لاندرويد او اي او اس، الاي ار او الاوجمانتد رياليتي، الباك اند والفرونت اند، الكلاود كومبيوتنج، السايبر سيكيورتي، الاي تي وهندسه السوفت وير. بعدين ثانيه ماما، 5 دقايق 5 دقايق. طبعا عندنا ديجيتال ماركتنج، الجرافيك ديزاين، الماركتنج اناليتكس. انا بعدي عليهم بسرعه لان اي حد شغال في المجالات دي هيبقى عارف اوريدي المصطلحات اللي انا بقولها، مش مطلوب منك تبقى عارف كل المصطلحات اللي انا قلتها. وفي البروجكت مانجمنت الناس اللي ليها علاقه بالاداره، واخيرا السيلز او المبيعات، والسبلاي تشين او اللوجستيات. ثاني في حاجه كمان سستينابيلتي او الاستدامه، الناس اللي شغالين في مجال الاستدامه. وده عندكم 2 كورسز في اول ليفل وكورس في تاني ليفل. تاني انت بتختار كورس واحد بس. تعالوا اوريكم ازاي نقدم. بعد ما دخلنا الانفورميشن البيزك بتاعتنا، هنرجع تاني للصفحه دي ونختار هارد او تكنيكال سكيلز. تدوس نكست. اول حاجه هتختار الليبل اللي كان موجود فوق، يعني مثلا انت اخترت سستينابيلتي وبعدين اخترت رينيوبل انرجي سبيشالست ليفل 1، فهترجع في الابلكيشن تختار سستينابيلتي، تدوس نكست، وبعدين تختار رينيوبل انرجي سبيشالست ليفل 1. يبقى بنختار التوبيك اللي فوق بعدين بنختار الكورس. دوس نكست. هسألك شوية أسئلة بتعرف تتكلم باللغات دي ولا لأ، وده مش شرط أساسي في التقديم أبدا، هو بس عايز يعرف. هتختار أنت عايز تاخد الكورس بالإنجلش، بالعربي أو بالفرنش، وهتقدر تكمت كام ساعة، هتذاكر كام ساعة الكورس الأسبوع، ولو عندك إعاقة بصرية سمعية أو من أي نوع ومحتاج مساعدة فيها هيوفروا ده. تدوس نكست، واخيرا تدوس دون. وبكده نبقى قدمنا على كل تراك من الثلاثه. اتمنى يكون الفيديو بجد فاتكم. بس كده، باي باي.